زيارة تاريخية تعيد تشكيل العلاقات بين السعودية وسوريا. شهدت المملكة العربية السعودية تطورا سياسيا بارزا، حيث استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وفدا رفيع المستوى من الإدارة السورية الجديدة، يتقدمه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قسرة، بالإضافة إلى أونس خطاب مدير الاستخبارات العامة السورية. هذه الزيارة التي جاءت بدعوة رسمية من السعودية تعد مؤشرا على تحول جذري في العلاقات بين الرياض ودمشق بعد سنوات من القطيعة. الوفد السوري أكد رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقات السعودية السورية، معبرا عن أهمية التاريخ المشترك بين البلدين. رسائل رمزية في غياب الأعلام. أحد الجوانب اللافتة في الزيارة كان غياب العلم السوري التقليدي أو علم الثورة السورية عن خلفيات الاجتماعات الأساسية. المعلق السياسي حافظ الميرازي أشار إلى أن وزير الخارجية السوري جلس بدون علم خلفه، وهو أمر أثار تساؤلات حول الرسائل السياسية المبطنة. ومع ذلك ظهر علم الثورة السورية على طاولة الاجتماعات التي ضمت وزيري الدفاع السعودي والسوري، مما يعكس ازدواجية رمزية قد تكون متعمدة. الدعم السعودي الجديد بين الإنسانية والسياسة السعودية خطت خطوات واسعة في دعم الإدارة السورية الجديدة. منذ عام 2022 بدأت زيارات دبلوماسية متبادلة بين الطرفين، حيث زار وفد سعودي رفيع المستوى دمشق والتقى بأحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة. في الوقت الراهن أطلقت السعودية جسرا جويا إنسانيا عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، شمل إرسال 3 طائرات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية. وأعلن المسؤولون عن خطط لإرسال قوافل برية تحمل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة. بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم رحلات يومية لنقل المساعدات من السعودية إلى دمشق. تحول إعلامي سعودي تجاه سوريا. على الصعيد الإعلامي تبنت السعودية خطابا متوازنا تجاه سوريا. بعد سنوات من وصف المعارضة والإدارة السورية الجديدة بالإرهابية، أصبحت الرياض تظهر مواقف أكثر اعتدالا. ومن أبرز المؤشرات على هذا التحول أن أول مقابلة تلفزيونية لأحمد الشرع كانت عبر قناة سعودية. لكن هذا التغير يثير تساؤلات: هل السعودية تتحرك بدافع استراتيجي طويل الأمد؟ أم أن هذا الدعم مرتبط بمصالح مؤقتة تخدم أجندات معينة؟ دروس من الماضي. هل يمكن الثقة بالدعم السعودي؟ استرجاع العلاقات السعودية مع ثورات الربيع العربي وخاصة في مصر يظهر نمطا من التغيرات السريعة وفقا للمصالح. في البداية دعمت المملكة الثورة المصرية وشجعت التحول الديمقراطي، لكن لاحقا لعبت دورا بارزا في دعم الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي. هذا التغير في المواقف يثير مخاوف مشروعة لدى السوريين من أن الدعم السعودي قد لا يكون دائما. فقد شهدت المنطقة سابقا استخدام الموارد المالية والنفوذ السياسي لتحقيق أهداف تخدم الأنظمة الحاكمة وليس الشعوب. مصر الغائب الأكبر عن المشهد وسط التحركات السعودية القوية تجاه سوريا. يظهر غياب مصر عن الساحة الإقليمية بوضوح. القاهرة التي كانت تقود الملفات العربية سابقا تبدو الآن على الهامش. في الأزمة السورية تأخرت مصر في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة. في السودان تراجع الدور المصري لصالح الإمارات وتركيا. في ليبيا تحركت دول كالإمارات وروسيا بقوة، بينما بقيت القاهرة مكتوفة الأيدي. هذا التراجع يثير تساؤلات حول قدرة مصر على استعادة مكانتها الإقليمية ودورها القيادي. ختاما، تفاؤل حاذر الزيارة السورية للسعودية تعد خطوة مهمة في طريق إعادة بناء العلاقات العربية، لكن التجارب السابقة تدعو إلى الحذر. هل تتحرك المملكة بدافع إنساني صادق؟ أم أن هناك أجندات خفية قد تؤدي إلى تغير المواقف مستقبلا؟ في النهاية يتمنى الجميع أن يكون الدعم السعودي لسوريا حقيقيا ومستداما، لكن حتى يتضح المستقبل تظل هذه التساؤلات مطروحة.